بفضل الله انجح وصفة زبادي على السوشيال ميديا من 6 سنين، وصفة زبادي حورية المطبخ. واتحداكي لو شفتي حد بيهز علب الزبادي بالقوة وبالمنظر ده وهي مقلوبة كده. وده ليه؟ لان انا واثقة ان القوام بتاعها متماسك 100%. لو سبتيها بايتة في التلاجة وهي مقلوبة مستحيل تجيب نقطة مية، وفي وسط ده كله قوام كريمي ومثالي. وبالنسبة بقى لزبادي الفراولة، ولا جيلي ولا حركات ولا اي افتكاسات، هو مكون، هو ده سبب نجاح زبادي الفراولة واللي هيديك الطعم الاصلي بتاع بره. يلا نشوف الطريقة والمقادير علشان ما اطولش عليكم. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي شجعوني بلايك للفيديو، لاني بجد مقصرين معايا الفترة دي ومعرفش في ايه بصراحة، الفيديوهات واقعة خالص. فاستعينوا كده معايا بالله علشان نخش رمضان واحنا اقوياء. يلا بينا بقى نشوف القوام الكريمي القمر ده. بصوا الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يستاهل بقكم بجد. مستحيل بقى تلاقي نقطة مية، مستحيل يفصل منك ابدا بتاتا يا فوزية. يلا بينا بقى نبدأ كده ونشوف وصفتنا ونقول بسم الله. اول بقى انا هستخدم لتر من الحليب البلدي. في ناس بتحب تستخدم حليب مبستر او حليب معلب، براحتك، لكن انا بحب استخدم الحليب البلدي، وانا بلدي وابويا بلدي. وجبت بقى عليهم معلقة من اللبن البودرة. اللبن البودرة دي اختياري، مش هي خالص سر التماسك، لكن انا بحطها زيادة تأكيد لسبب واحد. انا اللبن اللي انا جايباه من السوبر ماركت، مش جايباه من فلاحين. لو جايبه لبن من فلاحين فانا ببصملك بالعشرة، مش محتاجة لبن بودرة خالص. هتعملي بس التكنيك اللي هنتكلم عليه. لكن انا علشان جايباه من السوبر ماركت، ومعظم السوبر ماركت يعني الا من رحم ربي بيكون اللبن مغشوش، فمعلقة اللبن البودرة دي بتعادل نسبة المية اللي في الحليب. تمام تمام كده يا بنتي يا فوزية. طيب ايه بقى التكنيك اللي عماله تقولوا لنا عليه؟ التكنيك ان هو في الغليان. الغليان يا جماعه لازم تسيبي الحليب على نار هاديه يغلي فتره طويله، مش اقل من 10 دقايق غليان، مش قبل الغليان لا. يعني هو يغلي براحته، وبعد ما يغلي تفضلي سايباه 10 دقايق على نار هاديه يفضل يغلي وانتي بتقلبي فيه. الخطوه دي بتخلي الزبادي بتاعك يطلع كل بخار الميه اللي فيه ويخليه مركز. طيب غلينا اللبن وسيبناه برد لحد ما بقى زي دمعة العين. هنجيب بقى علبة زبادي بلدي او علبة زبادي اي نوع، حابة الزبادي يكون بنفس الطعم بتاعه، وهنحط عليهم مغرفتين من الحليب وندوبهم مع بعض، وبعدين ننزل عليهم بالحليب. والتكنيك ده كلكم طبعا عارفينه. البرطمانات دي بلاستيك يا جماعة، انا شاريها من السنة اللي فاتت وبعمل فيها الزبادي على طول. طيب زبادي الفراولة بقى بتعمليه ازاي يا بنتي حورية؟ الشربات يا جماعة، الشربات الفراولة او صوص الفراولة اللي هو بتاع الحلويات، المهم ان انتي ما تعملهوش بجيلي ولا تعمليه بمربى. جربي بقى السنه دي بالشربات، والله العظيم بيديك الطعم قريب جدا جدا من بتاع الشارع، حتى اللون والقوام، ومستحيل يفصل منك. حطي على الشويه دول حوالي مثلا اقل من نص لتر بشويه، حطيت عليهم 4 معالق من الشربات، يعني حوالي كده ربع كوبايه من الشربات. تمام، قلبيه كويس قوي، وبعدين انزلي بقى في البرطمانات او في الكوبايات براحتك. طيب خلاص بقى انا هنا فضيتهم في كوبايتين ازاز علشان لقيت البرطمانات مش واخداهم. تمام كده تمام. هنعمل ايه بقى يا حوريه بعد ما عبيتيهم كلهم في البرطمانات بالشكل ده وفي الكوبايات؟ هجيب ميه ما تكونش بتغلي، ركزوا لي بقى. الميه ما تكونش بتغلي يا جماعه، الميه سخنه جامد بس مش ميه بتغلي، يعني لو حطيتي ايدك فيها تتحمليها. انزلي بقى بيها لحد نص البرطمانات، بعدين غطي بورق فويل، حطي عليهم بقى بطانية، مفرش، مهير، اي حاجة، وسيبيها مش اقل من 6 ساعات. بعد 6 ساعات بنعري بقى الغطا عليها وبندخلها على طول على التلاجة. بتتماسك كام ساعة وبنطلعها بتبقى بالقوام القمر والعسل ده. بجد اول مرة هتنبهري بان انت ازاي طلعتي زبادي بالقوام المتماسك ده وفي نفس الوقت كريمي كده، يعني بجد رهيب ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. واللي بهرني اكتر زبادي الفراولة. زبادي الفراولة كنت متخيلة بصراحة وانا بعمله انه هيفصل، طب ازاي الشربات يعني، بس الحمد لله ظبط معايا. بالنسبه بقى لازازه الشربات دي غاليه يا جماعه، بس انا جايباها علشان اعمل بيها بلوزه. البلوزه دي اكله كده من الطفوله، ان شاء الله اعملها لكم، قولوا لي اللي عارفها يكتب لي في الكومنتات. انا جايبه ازازه الشربات مخصوص عشان اعمل بيها البلوزه، فخدت منها شويه للزبادي. لكن لو انت مش هتعملي بلوزه هاتي، او مش هتستخدمي يعني الشربات، هاتي ازازه صوص فراوله صغيره. يلا بينا بقى نقول الدعاء واحنا بنشوف القوام القمر بتاع الزبادي.
اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بجد بقى لو ما حطيتوش لايك للفيديو ده أنا هزعل جدا، لأن بجد الفيديو يستاهل وممتاز جدا ما شاء الله. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.